السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم troisième chapitre la taxe sur la valeur ajoutée او لا TVA. بالنسبة للتيفيا عندها واحد الأهمية كبيرة بزاف بالنسبة للدروس المتعلقة بلا فاكتوراسيون أو لا بالنسبة لي زونتربريز. في هذا الدرس غادي نوريكم كيفاش كنحسبوا هاد لا تيفيا وشنو هما لي ريجيم اللي كنخدموا بهم. مثلا أنا مشيت شريت هاد البرودوي هذا اللي القيمة ديالو 100 درهم، راه اوبليغاتوار عليا باش نشري هاد البرودوي، خاص ضروري نخلص واحد التيفيا. هاد التيفيا كنديرو القيمة ديال المارشانديز اللي هو 100 درهم زائد لا تيفيا، نعتبرو التيفيا 20%. دونك غادي نخلص 120 درهم على هاد البرودوي هذا اللي بغيت نشري. علاش 100 درهم كنزيدو عليها التيفيا اللي 20%. كيفاش كنديرو نحسبو التيفيا؟ هو هاد 100 درهم كنضربوها في 20%، اون فوا كنضربوها في 20% كتعطينا 20. دونك 100 زائد 20 كتعطينا المونطو تي سي اللي هو 120 درهم. كمعلومة اللي نقدر نعطيكم، هو بالنسبة للتيفيا كيخلصها آخر كونسوماتور كونسوما داك البرودوي. وبالنسبة لونتربريز فالدور ديالها أنها كتجمع هذيك لا تيفيا من عند المستهلكين، ودوك الفلوس ديال لا تيفيا كتعطيهم للدولة. عقلوا على هاد النقطة، راه لونتربريز ما كتخلصش لا تيفيا، حيت الدور ديالها كتجمع التيفيا من عند لي كونسوماتور وكتديها لليطا. وبالنسبة للدولة شنو كدير بهاد التيفيا؟ راه هاد التيفيا هو واحد الجزء من المداخيل ديال الدولة، باش الدولة تقدر تخلص أطباء، البوليس، الأساتذة، أولا تبني بها الطرق، الملاعب، المطارات، الموانئ. المهم التيفيا هي واحد المدخول من المداخيل ديال الدولة، واللونتربريز فقط عبارة عن وسيط ما بين الكونسوماتور وما بين ليطا. هاد 100 درهم كتعتبر المونطو اور تاكس، ومنين كنديرو المونطو اور تاكس زائد تيفيا فكيعطينا المونطو تي سي اللي هو 120 درهم، وهاد تي سي هو اللي كيخلص الكونسوماتور. بالنسبة للمونطو اور تاكس كتديه لونتربريز، وبالنسبة للتيفيا كتديها ليطا. دونك هذيك 120 درهم فيها 100 درهم ديال لونتربريز و20 درهم ديال ليطا. دونك هنا كيتسالى هذا الفيديو هذا. نتلاقاو في الفيديو المجاي ان شاء الله. اللي ما فهمش شي حاجه يخليها لي في كومونتير او لا يتواصل معايا في الواتساب. ميرسي بور فوتر اتونسيون.